السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة بقى هعمل معاكم الكشري الجامد ده زي ما انتوا شايفين. هنعمل كل الخطوات وهتشوفوه زي ما انتوا شايفين كده جميل جدا. هعمل كل حاجة بقى معاكم خطوة خطوة كده عشان تشوفوا الكشري انا بعمله ازاي، وان شاء الله يعجبكم. قبل ما ابدا الفيديو بقى عايزاكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد ومفيد ان شاء الله. كل ما انزل حاجه جديده على القناه توصل لكم على طول. دي بقى المكونات اللي انا هشتغل بيها زي ما انتم شايفين. دي كل المكونات اللي انا هعمل بيها الكشري، هعرفكم عليها واحده واحده عشان تعرفوا انا بعمل الكشري ازاي واعمله من ايه. جايباهم كده، حبيت ان انا اصور لكم في الاول كده كل حاجه قبل ما انا اشتغل فيها. معايا طبعا الزيت والخل، مفيش غنى عنهم، ومعايا حمص الشام، وكمان معايا عدس بجبته وشطه ورز وطماطم، وطبعا معايا نوعين مكرونه والشعريه زي ما انتم شايفين كده، وكمان مرق الدجاج انا بحب احطها على الكشري بتديله طعم حلو. وده بقى العيش اللي بنحمروه كده في الاول بيدي طعم حلو برضو للكشري. وكميه البصل اللي هحمرها برضو واحطها على الكشري، وده التوم هستعمله في الدقه. دي كل المكونات اللي انا هشتغل بيها. وكمان معايا كميه الطماطم اللي انتوا شايفينها دي. دي كل اللي انا هعمل بيها بقى الصلصه والحاجات دي بتاعت الكشري. والشطه بقى الكتير ده عشان انا بحب الشطه، بس طبعا مش هحطها كلها، هحط منها معلقه حلوه كده. بس على فكره الشطه دي مولعه نار، انا بحب الكشري بقى حراق فجايبه الشطه دي. معايا هنا بقى حله كده حطها على البوتاجاز عشان خاطر هحط فيها كميه زيت حلو ونبدا بقى نشتغل. والحله التانية دي عشان احط فيها المكرونه، هسلق فيها المكرونه. فحبيت بقى ان انا ايه احط كله على البوتاجاز كده، وهوريكم بقى هعمل ايه. اللي لسه مكمل معايا بقى لحد دلوقتي يا ريت يحط لي لايك. نزلت هنا المكرونه، انا كنت حاطه الحله دي من بدري، حطيت فيها كمان حبه ملح وزيت، وكنت سيبها من بدري على البوتاجاز فكانت سخنت كده. نزلت المكرونه وهقلب فيها بقى كل شويه كده واخلي بالي منها. هنا بقى الحله التانية ما نزلت الزيت، كان الزيت سخن طبعا. حطيت عليه العيش واسيبه بقى يتحمر كده وياخد اللون الذهبي الجميل ده، واطلعه واوريه لكم. المكرونه بقى هخلي ايدي فيها كده عشان خاطر ما تلزقش معايا في قعر الحله، وكمان ما تستويش استوى اللي هو الجامد ده، هخلي بالي برضو منها كده. ودلوقتي حطيت المكرونه الاسباجيتي، بكسرها الاول كده واحطها عشان خاطر لما تستوي تطلع معايا قطع صغيره، ما تبقاش قطع كبيره كده ونعرف نشيلها في المعلقه. هقلب العيش كده واخلي بالي منه عشان برضو ما يتلسعش معايا، او ان هو جزء يحمر وجزء يبقى واخد لون تاني، عايزاه كله يبقى لون واحد كده يبقى لونه حلو. هستمر في التقليب برضو زي ما انتوا شايفين، واخلي بالي بقى من الحاجه. وفي نفس الوقت كده انا كنت حاطه برضو حمص الشام على البوتاجاز برضو، عشان يتسلق، عشان طبعا ما ضيعش في الوقت. مكملين مع بعض بقى في عمل الكشري خطوه بخطوه، واللي مكمل معايا لحد دلوقتي يا ريت يحط لايك وتصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتوا شايفين كده خطوه بخطوه عشان تشوفوا انا بعمله ازاي، وان شاء الله هيعجبكم، وطريقه الكشري دي هتبقى حلوه قوي وهتعجبكم. دلوقتي بقى العيش كان خد معايا اللون ده، اللون الذهبي الجميل ده، هطلعه بقى واحده واحده كده بالراحه عشان خاطر ما يطلعش كمان زيت. بيبقى طعمه حلو قوي كده لما نحط بقى عليه شويه ملح وفلفل كده ونسيبوه بقى، بيبقى طعمه حلو قوي مع الكشري. بحب اعمله دايما، بعمل الكشري زي المطاعم بالظبط عشان خاطر يعني اللي ياكله ما يحسش ان هو مثلا في فرق بينه وبين بتاع بره. بجد والله بعمله بيبقى اجمل كمان بكتير من بتاع بره، او حاجه نظافه ومضمون، بيبقى جميل جدا. دلوقتي معايا الزيت انا كده خلصت، هاخد بقى احط هنا البصل احمره، وبعد برضو ما اخلص البصل هحط برضو الشعرية مكانه. يعني كمية الزيت اللي انا كنت حطاها في الاول دي ممكن حد يقولي ده انت حاطه كتير او كده، لان انا بستعمل الزيت ده كذا مرة، بعمل فيه كذا حاجة طبعا، وكله في اكلة واحدة كده زي ما انتوا شايفين. معايا المكرونة كانت استوت، هبدأ برضو كده اطلعها، هقلبها كويس كده وبعد كده اطلعها بقى. دي بقى المكرونه كانت استوت معايا زي ما انتوا شايفين. هاخدها دلوقتي اغسلها وارجع اوريكم بقى هنعمل فيها ايه عشان تفضل معانا مفرفره وتمسكش في بعضها، وكمان يبقى طعمها حلو. هوريكم دلوقتي هنحط عليها ايه خلي طعمها حلو معاكم. وكمان ما تبقى كل واحده لوحدها، ما تبقاش معجنه معانا ولا ان هي ماسكه ولا كده، تفضل مفرفره وحلوه معانا كده. دلوقتي بقى هعمل معاكم الصلصه بتوم. انا جبت بقى كميه التوم الحلوه دي،
حمرتها كده في الزيت خدت اللون الذهبي، ونزلت كميه الطماطم دي عليها واسيبها بقى تستوي كده، احط لها الملح واحط لها التوابل بتاعتها واسيبها تستوي مع نفسها بقى كده. وطبعا انا كنت غسلت المكرونه وجبتها كده على البوتاجاز زي ما انتم شايفين. وطبعا اللي بيستوي معانا ده الحمص الشام زي ما انتم شايفين كده، كنت حاطاه يستوي طبعا عشان نستغل الوقت طبعا وما ياخدش معانا وقت وكده. والبصل كمان كان احمر هبدأ اشيله، عايزاه يحمر معاكي بسرعه طبعا ويبدأ مقرمش وكده، تحط عليه معلقه نشا. بس انا المره دي بقى ما كانش عندي نشا فنزلته كده، عشان كده غاب معايا على ما احمر. بس في فيديوهات تانية كنت عامله فيها الكشري كنت حاطه عليه النشا وكده، فكان جميل جدا. بشوفوا الفيديوهات دي. ده طبعا كميه البصل بوريها لكم. جبت هنا بقى المكرونه، بحط طبعا عليها مرقه دجاج 2 كده بيخلوا طعمها حلو قوي بجد، بتبقى رهيبه بقى بمرقه الدجاج دي، بيخلي طعمها حلو قوي قوي قوي. دلوقتي كمان هحط الزيت، احطها شويه زيت حلوين كده عشان خاطر يخليها مفرفره معايا ما تعجنش وما تمسكش في بعضها. الزيت ده جميل جدا، واسيبها على نار هاديه وكل شويه هقلب فيها طبعا. بجد الطريقه دي بتخلي طعمها حلو، وكمان الزيت بيخليها مفرفره معايا. هحط لها بس شويه فلفل كده وشويه ملح واسيبها بقى على نار هاديه، وكل شويه هبص عليها واخلي بالي منها. كده بقى انا خلصت المكرونه وفاضل معايا الصلصه هنا. احط برضو التوابل بتاعتها واشوف محتاجه ايه، هحط لها التوابل معايا هنا طبعا مرق دجاج وملح وفلفل وكمون. هحط لها كل التوابل دي واسيبها بقى كده على نار هاديه برضو كده، ابقى خلصت المكرونه وخلصت الصلصه والحاجات اللي انا عملتها معاكم في الاول. ده بقى كميه الزيت اللي انا كنت مستعمله فيها العيش والبصل، صفيتها كده ورجعت تاني حمرت فيها الشعريه. طبعا زي ما انتم شايفين يعني ما فيش اي حاجه معانا اتهدرت خالص، كميه الزيت عملت بيها كذا مره. فدلوقتي هعمل الشعريه بقى، وطبعا بتدينا طعم حلو لما بقى عامله فيها العيش والبصل كده وارجع اعمل الشعريه، بتدي طعم حلو قوي للشعريه. كده خدت معايا اللون الذهبي. هنزل الرز كنت غسلاه طبعا ومجهزاه جنبي. هنزل بقى كميه الرز دي عشان اعمل الرز بشعريه. حابه بقى تحطوا له كمون وفلفل مرق الدجاج عشان برضو الطعم معاكي براحتك، مش حابه برضو براحتك، بس انا بحب احط الحاجات دي بتديله طعم حلو قوي للرز، وكمان بتبقى حلوه قوي معانا. هزود بقى الميه كده واسيبه يستوي ونشوف هنعمل ايه تاني بعد كده. وطبعا الملح، واسيبها بقى تستوي مع نفسها كده برضو ونشوف هنعمل ايه تاني. دلوقتي بقى بعمل الدقه اللي هي الصلصه الحراقه او الشطه طبعا بتاعه الكشري. هوريكم بقى انا بعملها ازاي زي المطاعم، بتبقى جميله جدا. مفيش حد بقى اكل منها غير لما يسالني انت عاملاها ازاي. بقى الدقه الحراقه بجد بتبقى جميله جدا، انا بعملها بطريقه حلوه قوي، كل اللي بياكل منها او اللي بيدوقها بتعجبه جدا، بيقولوا لي انت عاملاها ازاي. فطبعا هوريكم دلوقتي انا هعملها ازاي. دلوقتي حطيت كميه زيت وحطيت عليها معلقه شطه وهسيبهم كده على البوتاجاز واقلب بقى كل شويه كده عشان خاطر ما تتحرقش معايا. هحط عليها كمان مرقه الدجاج، بتخلي طعمها حلو قوي. مفيش حد كل منها الصراحه غير اللي مسالني انت عاملاها ازاي. وكمان دي اول حاجه بتخلص معايا في الكشري لان بيبقى طعمها حلو قوي وكمان جميله جدا. حطيت برضو حبه ملح كده وهقلب بقى كويس، ومش هستنى عليها انها تحمر او انها تسخن في زيت اكتر من كده. هحط عليها بقى طماطم، معلقتين طماطم كده من اللي انا كنت شايلاها لسه، بيديها طعم حلو قوي. وكمان هقلبها كويس. هقول لكم برضو هنحط عليها ايه تاني بيخلي طعمها حلو بجد، بتبقى جميله جدا، تبقى حلوه قوي. زي ما انتم شايفين استمر في التقليب، انا لقيتها كده تقيله فحطيت كمان معلقه طماطم كده. عندي بقى الخل بيديها طعم حلو، احط عليها شويه خل كده بيديها طعم المزازه حلو كده، وكمان بيقلل من الحرقيه بتاعه الشطه، لان على فكره الشطه دي حاميه جامد. انا بحب الشطه الحراقه فجايبه شطه حاميه جامد كده زي ما انتم شايفين. ودي بقى نهاية الكشري. فطبعا انا كنت عملت العدس سلقته مع الحمص الشام. لما الحمص استوى شوية كده، لما الحمص بقى كان خد نص سوا كده، نزلت معاه العدس عشان خاطر اختصر في الوقت، فما كنتش وريتهولكوا طبعا. وكمان دقة التوم زي ما انتم شايفين كده انا عملتها برضو معاكم. انا بجيب كمية التوم وبحط عليها شوية خل وشوية مية وملح وفلفل وكمون، وبضربهم كلهم في الخلاط وبتطلع معايا بالشكل ده زي ما انتم شايفين، اللي هي لونها ابيض دي دقة التوم. انا بعملها في الخلاط بتبقى جميلة جدا.
اهم حاجه ان انتوا تحطوا عليها التوابل بتاعتها، بتديها طعم حلو قوي. بس عشان طبعا اختصار في الوقت وكده، فانا عملتها في الخلاط وما كنتش صورتها لكم يعني. دي بقى كل الحاجات اللي انا عملتها النهارده في الكشري. يا رب يكون الطريقه عجبتكم وما كنتش طولت عليكم، بجد بقى جميل جدا. واللي مكمل معايا لحد دلوقتي يا ريت يحط لي لايك ويشترك في القناه ويفعل زر الجرس. اشوفكم على خير.